ابنها ظهر أخيرا معاها وجنبها وهي حققت حلمه من سنين. لبسها كانت جاهزة بيه على الرقص على طول، وإلهام شاهين كانت مفاجأة الافتتاح. أصحابها وقفوا جنبها ودعموها، والراقصات رغم المنافسة بينهم كانوا موجودين. قلدت رانيا يوسف في الفكرة، بس اللي عملته معاها رانيا فاجئ الكل. روجينا وداليا البحيري اتصرفوا بطريقة مش متوقعة، وسلمى خطاب خفة دمها أكلت الجو. بسمة بقى كانت ولا كأنها في ابتدائي، والرقص اللي حصل بين الجمهور والراقصات قلب الدنيا. دينا افتتحت مدرسة الرقص بتاعتها خلاص، وأخدت الخطوة بعد رانيا يوسف، وأخدت الخطوة بعد سنين. يا ترى مين من الفنانين وقف جنبها؟ وليه الناس كلها استغربت من رد فعل روجينا؟ وهل معقول اللي عملته رانيا يوسف معاها وبسمة رقصت على 1:30 ودينا لمت كل الناس عشان ترقص؟ تفاصيل كتيرة حصلت في الافتتاح، خليكم معانا علشان نحكيها لكم. دينا طبعا اول واحده كانت موجوده في الافتتاح، هي وابنها، واللي اول مره يظهر معاها بعد ما كبر. هما الاتنين ماسكين ايد بعض، وهي كانها كانت محميه فيه، وهو كان فرحان جدا انها اخيرا حققت الحلم اللي كانت بتحلم بيه من اكتر من 6 سنين فاتوا. ومش بس كده، ده كمان كان لابس تيشيرت عليه اسمها بيدعمها بيه. دينا بقى كانت لابسه توب وجيبه قصيره علشان تبقى حركاتها حره، وكانت محضره لكل حاجه هتحصل بعد كده، وللمفاجآت اللي كانت موجوده في اليوم، واللي بدات من النجوم اللي جم علشان يدعموها من اول روجينا اللي كان ليها مواقف زي السكر على الريد كاربت. واول ما حد نده عليها اديته واحده يا عمري من بتوع فدوى في البراندز، ووقعت كل اللي واقفين من الضحك. ده بقى غير بسمه اللي كانت جايه خفيفه وطايره، واللوك بتاعها كان مصغرها سنين وعملت فرتين لدرجه ان في ناس ما عرفتهاش. اما بقى الطله اللي اخذت كل الاضواء فعلا هي كانت اطلاله الهام شاهين، واللي برضو كانت لابسه توب وبنطلون وباين عليها الانبساط. رانيا يوسف دخلت من الباب ورفضت انها تتكلم مع اي حد، كانها مش عايزه حد يسالها عن ان دينا عملت زيها ولا لا. بس رغم كده دينا ردت وقالت ان مفيش منافسه بينهم هما الاتنين ولا حاجه، ورانيا عاملاها بره مصر لكن دينا عاملاها في مصر، يعني كل واحد في مكان ومحدش ليه دعوه بالتاني. لورديانا وبدرة بقى جم علشان يبقوا واقفين جنب الاستاذه بتاعتهم واللي اتعلموا منها الرقص، ورموا كل المنافسه اللي بينهم في الشغل على جنب، وده علشان مهما كان هما شايفين ان دينا الاستاذه بتاعتهم. الموضوع بقى ممشيش مجرد احتفال عادي كده، لا دي مدرسه رقص، يبقى لازم الرقص يكون موجود في يوم زي ده. وفعلا دينا دخلت قاعه الرقص الشرقي، وكان معاها ناس كتير ومنهم بسمه ومجموعه فنانين، وعلمتهم الرقص شويه، والكاميرات كلها كانت بتصور، واللي واقف بيتفرج كمان كان موجود، وكان معاها ناس من اللي قدموا على اشتراكات وكلاسات الرقص الشرقي. ودينا كانت بتدرب بنات عشان يبقوا زيها بالظبط. وشويه والفنانات تعبت وطلعت من القاعه، وكان منهم بسمه اللي خرجت وهي على اخر نفس، وعشان دينا تسوق لنفسها صح خلت الكاميرات صورتها وهي بترقص في باقي القاعات، ويشوفوا الراقصات اللي من جنسيات تانية. انتوا بقى تفتكروا المدرسه دي هتنجح ولا لا؟